تعرف ان ذره تراب او نقطه ميه ممكن تخسرك فلوس كتير وتوقف شغلك؟ 5 دقايق 6 خطوات صيانه يوميه كل يوم الصبح هتنقذ بيهم ماكينه الفايبر ليزر بتاعتك وتحمي فلوسك. رقم 1، طاوله العمل ودرج التجميع. ابدا يومك بمسح جسم الماكينه والتخلص من اي بقايا معدن او خرده سواء على طاوله العمل او درج التجميع، ونظف الكفرات الجانبيه بمسدس هواء. النقطه الثانيه، الشيلر او المبرد. اتاكد ان الميه كفايه وبص على التدريج ده، وان مستوى الميه ما بين الشرطتين دول ودرجه حرارتها ما بين 22 ل 25 درجه مئويه، ولازم تنظف الفلاتر دي بالهواء كل يوم. رقم 3، الكمبروسر، وهنا بتكلم على كمبروسر الحلزوني الخاص بماكينات الفايبر ليزر. افتح صمام التصريف الموجود تحت في الخزان عشان تتخلص من اي مياه متجمعه او زيوت، وتاكد مليون في الميه ان الهواء المضغوط اللي انت بتستخدمه يكون خالي من اي رطوبه او زيت. نقطه ميه واحده بس لو وصلت لراس القطع وجات عليها ضربه ليزر العدسه هتتدمر في ساعتها. رقم 4، عدسه الحمايه. افتح كشاف موبايلك ووجهه على العدسه، لازم تتاكد انها بتلمع، مفيش تراب، مفيش بقع دخان ولا ريش ولا حتى بصمه صباع، وتاكد ان المكان نظيف مفيش تراب في الجو. رقم 5، النزل، لازم تتنظف يوميا من اي ريش او بواقي معادن لازقه فيها. رقم 6، سنتره شعاع الليزر، لازم تعمل اختبار اللزق كل يوم الصبح. هتجيب لزق سولتيب هتحطه على النزل وتضغط نبضه ليزر صغيره عشان تتاكد ان شعاع الليزر جاي في النص بالظبط. لو التزمت بالست خطوات دول مبروك عليك يوم شغل نظيف بدون اعطال ولا خامات بتبوظ. وافتكر دايما ان الماكينه اللي بتصونها بتصون اسمك وشغلك.